هي أكلة حلويات شعبية تركية مشهورة جدا جدا جدا، بخمس مكونات فقط، اسمها كشكول أو زبدية الدراويش. يلا نعملها أنا وياكم. هاي الوصفة رح نحتاج طنجرة، ونحط بهي الطنجرة 4 أكواب من الحليب. بعدين رح نضيف كوب واحد من السكر، و3 ملاعق مطحونين من اللوز، لوز عادي أنا طحنته، يعني مش طحين لوز الأبيض، لا لوز عادي أنا طحنتن. و3 ملاعق من جوز الهند، و3 ملاعق من النشا، يعني سهلين، 3 ب3 ب3. بعدين راح نحركن على البارد. هدول 5 مكونات فقط لا غير، حركناهن على البارد. بعدين راح نحركن على النار، يعني راح نحطن على النار ونحرك نار متوسطة. وبعد حوالي 10 دقائق راح يصيروا بهذا الشكل، استووا أمورهم تمام. طيب، راح نجيب أي زبدية تقديم أو أي صحن. أنا جبت 4 زبادي كبار، ممكن طبعا تحطون أنتو ب8 زبادي صغار يعني، فبراحتكم، أو 6 اللي بريحكم يعني. أنا اخترت هاي الزبادي ال4 الكبار. طيب، بعد ما سكبناهم ولما يبردوا شوي راح نزين. بالنسبة للزينة أنتو أحرار طبعا. أنا حطيت جوز هند ولوز ورشة صغيرة من الورد. ممكن تحطوا طبعا جوز، ممكن تحطوا فستق حلبي، اللي بدكن إياه. من وين ما كنتوا عم تشوفونا، المقادير تحت الفيديو. لا تنسوا تشاركوا الوصفة مع الأصدقاء والأحبة، وأهم شي إذا عجبتكم الوصفة تعملوا لنا فولو. صحتين وألف عافية يا رب.